أن أعداء الأمة وأعداء القرآن ولا يفرق هؤلاء، لا يفرق عندهم سني عن شيعي وشيعي ماذا عن سني، لا يفرق عندهم سلفي عن غير سلفي، ما أدري وهابي لو هم لا يريدون ماذا؟ هم لا يريدون القرآن، هم لا يريدون خاتم الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لا يريدون هذا. التفتوا جيدا، هم استطاعوا، التفتوا جيدا، هم استطاعوا من خلال خلق القاعدة ثم الزرقاوي ثم النصرة ثم الآن ماذا؟ داعش، أن يشوهوا سمعة الإسلام ماذا؟ السني. واقعا الآن إذا واحد يريد يصير مسلم يقولوا له هذا الإسلام السني، يقبل أو لا يقبل؟ خلاص انتهى الإسلام السني، أنهوا. بقي الإسلام ماذا؟ اللي ما كان مصاب بأي آفة. التفتوا لي جيدا، بقي الإسلام الشيعي. الآن كيف يريدون أن يقضون عليه؟ وحقكم من خلال مسخ الشعائر الحسينية وإدخال الخرافة فيها وإدخال الأساطير فيها وإدخال الأوهام والبدع فيها وإدخالها وتصديرها وبيانها إعلاميا أن الشيعة ناس متحضرين لو ناس متخلفين كالبهائم والحيوانات، أي منهما؟ يعني عندما يأتي ويطبر ابن 3 سنوات عمره ويموت بعد ذلك، هذا الإنسان بيني وبين الله يملك ذرة من العطف والشفقة أو لا يملك؟ إذن أعزائي كونوا على ثقة. أنا الآن لا أتهم واحدا، لا أتهم لا القنوات ولا المنابر أبدا، أنا دا أقول مؤامرة الأعداء، وأنت دا تخدم هذا الاتجاه من غير ماذا؟ من غير أن تشعر. ومن هنا هذا الكلام أنا مو الآن قلته في الكوثر أعزائي، في الكوثر قبل 5-6 سنوات قلت إذا هاي الممارسات لا نقف عندها ولا نقف أمامها كونوا على ثقة ستمتد ولا يمكن أن نقف عندها عند حد. فأوجه خطابي أولا، التفتوا جيدا، إلى كل المرجعيات المؤثرة في قم قبل النجف وفي النجف قبل قم ألا يسكتوا عن هذه الممارسات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأوجه خطابي ثانيا إلى كل المؤسسات العاملة في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية أن يوعوا شيعتنا، وإلا الشيعة بيني وبين الله يقومون بهذه الأعمال قرب ماذا؟ قربة إلى الله. وأوجه خطابي ثالثا إلى كل الهيئات والمواكب الحسينية ألا تأتي هذه الممارسات إلى الواقع الشيعي، لأنها واقعا تضر الإسلام أولا، وتضر مدرسة أهل البيت ثانيا، وتضر الأهداف الحسينية، بدل من أن تكون مقربة لها وشعارا يجتذب الناس إليها تكون ماذا؟ منفرة عن الحسين وعن أهداف الحسين. وأدعو الله سبحانه وتعالى ألا نكون من مصداق قوله تعالى: وقفوهم يوم القيامة إنهم مسؤولون.